لكل حكاية أصل، ولكل أصل حكاية. معانا النهاردة حكاية من محافظة الوادي الجديد مدينة الخارجة، حكاية بطلتين بيلعبوا رياضة صعبة محتاجة تركيز ومحتاجة إنهم يلعبوا على نفسهم جامد، رياضة رفع الأثقال. معانا النهاردة في الحلقة ريم. ازيك يا ريم؟ صح. ومعانا توى جمال. ازيك يا توى؟ ازيك؟ كويسة؟ أول حاجة عايز أعرف يعني حياتكم ماشية إزاي أصلا؟ بالنسبة لحياتكم أنتوا الاتنين. يعني بيبقى اولا لينا نظام المفروض ان هو يبقى يعني الصحيان بدري المفروض يعني تمام. علشان نعرف نروح التمرين بوقت معين تمام. واكل معين، يعني مش اكل في وقت معين، مش لازم اكل معين قوي، بس احنا برضو مقيدين في ان احنا لازم ناكل برضو اكل صحي. تمام. بروتين طبعا. طبعا. تمام. فيعني ده من اول يومنا الصبح، على حسب مثلا ان احنا برضو طلاب ثانوي، ففي دروس في مذاكرة وكده الصبح، وبعد كده في حتة العصر دي بنبدأ نجهز نفسنا عشان نروح التمرين بس، وبعد كده نخلص تمريننا على حسب بقى الوقت، ملناش وقت معين، تمام. وبس بنرجع بقى بنشوف حياتنا تاني، يعني كأنها مذاكرة برضو ودروس. الروتين ده ماشي عليكي ولا انت ليكي روتين تاني بالنسبه لحياتك؟ هو انا يعني الى حد ما ماشي معايا روتين، بس طبعا انا بختلف معاه في حاجه واحده بس، اني انا عندي نظام تاني في البيت غير، يعني بغض النظر عن الفطار والغدا والعشاء وكل الكلام ده لازم يكون بمواعيده فعلا. واللي انا اعرفه ان انت ثانويه عامه وهي لسه في ثانيه ثانوي. فاكيد الموضوع صعب يعني. انا اللي بعمل تكثيف مذاكره اكتر علشان خاطر التمرين، وقت التمرين ببقى فاصله، فبنقعد مثلا ممكن من 3 إلى 4 ساعات في الصالة، في صالة التمرين بنتمرن بس، فوقت طويل قوي بالنسبة لإن احنا طلاب ثانوي، فلازم يبقى أغلب وقتنا في البيت إن احنا نكون بنذاكر. طب مين فيكم اللي بدأ يترفع أثقال الأول؟ لا، ريم. ومين صاحب الفكرة إنك تلعبي؟ هو بصراحة الموضوع جه كده، يعني مش حد قال لي لا أنت لازم تلعبي. هو كانت صاحبتك في التمرين، يعني عرفتيها بسبب التمرين ولا هي قبل ما تلعبي أصلا كانت صاحبتك؟ لا، عرفتها من التمرين. يعني أنت جيتي لوحدك ما جيتيش بسبب؟ لا، جيت لوحدي. يعني اتعرفتوا على بعض في التمرين؟ بدأتوا تلعبوها من امتى طيب؟ يعني أنت بدأتي امتى وهي بدأت امتى؟ أنا يعني 5 سنين وهي 4 بالظبط. فرق سنة بس. طب هل كان في اعتراض من الأهل عندكم أنتوا الاثنين؟ طبعا. هو أنا في الأول كان شوية بسبب التعب اللي أنا كنت بتعبه، كنت بتعب جامد نفسيا بسبب التمرين يعني. فبس بعد كده بقى ابتدينا نقتنع إنه خلاص لا ما ينفعش الكلام ده، وأنتوا المفروض تقووني أكتر بدل ما تقولي لي ما أروحش والكلام ده، وخلاص دلوقتي في فرق. لا، حاليا هو انا ساعات يعني، بس مش من عيلتي الدرجه الاولى، يعني من بره شويه بينتقدوني شويه. من ناحيه ايه طيب؟ ان ما فيش بنت تلعب رفع اثقال. ما ينفعش بالنسبه لهم كده، لكن الموضوع المفروض عادي جدا. لا، عادي جدا. هي رياضه. طب ايه المعوقات والصعوبات اللي واجهتيها بعيدا عن الاهل؟ حته ان انا اروح البطوله، اكون فعلا باذله جهد كبير من ناحيه التمرين وكده، بس بلاقي كتير، يعني ان هو بحس ان انا لما بروح البطوله ممكن الاقي ناس بقى فازتني اكتر او عدتني بارقام، بحس ان انا يعني ما اتمرنتش، ما عملتش نفس الجهد، ما عملتش الجهد اللي انا عديت بيه كل اللي فات بس. وبالنسبه لي كريم؟ هو انا بالنسبه لي بحاول اتاقلم بغض النظر عن الحاجه اللي مضايقاني او كده، بس انا دايما بحاول اقلم نفسي ان مفيش حاجه تضايقني قصادها. يعني هل لغايه دلوقتي مثلا في صعوبات لسه معاك؟ ممكن شويه الدراسه، المدرسين اكتر الناس هم بيشدوا معايا جامد. طب حصلتي على ميداليات قبل كده في البطوله؟ ايه الميداليات؟ لسه الشهر 2 اللي فات كنت بلعب ضد الجمهوريه في راس البر، خدت ميداليه ذهب 20 سنه ودرجه اولى، وانا اصلا 18 سنه. ويعني الحمد لله كنت تعبانه جدا الفتره اللي فاتت في التمرين، يعني وربنا ما رضاش تعب حد بجد. الحمد لله. اهم حاجه بس ما تكونيش ناسيه المذاكره في ثالثه ثانوي. هروح منها فين؟ اهم حاجه. طب وبالنسبه لك في ميداليات؟ في ميداليات. كانت ميداليات في 2022 السنه اللي فاتت. رحت البطوله الاولى في بورسعيد، كانت بطوله سن 15 و17، اخدت ميداليه برونزيه في 17، وبعد كده طلعوني بقى بطوله تانية بعديها على طول. 16 سنه فعلا برضه؟ لا، كنت 16.
فطلعوني برضو بطولة بعدها على طول يعني في راس البر، اخدت فيها ميداليتين كمان بس نفس البرونز برضه. طب هدفكم بقى انتوا الاثنين توصلوا لإيه؟ الاولمبياد بجد نفسي يعني اولا ان انا ادخل المنتخب اكيد، عشان ده اللي بعديه بيترتب كل حاجة بجد. او بالنسبه لك انا كلامها هو بيمشي على كل اللعيبه ممكن لو مبدئيا. ربنا كرمكم ان شاء الله هتبنوا حياتكم على الرياضه دي. ان شاء الله اكيد يعني، بس هي الخطوه الاولى ان احنا ندخل المنتخب. لو دخلنا المنتخب كل الخطوات اللي بعد كده هتلاقيها بقت سهله. طب ايه بقى عشان احنا ما نفهمش في الرياضه، هل في نوع تمرينات معينه بتتمرنوا؟ اكيد. ايه بقى التمرينات؟ بنلعب سويدي قبل التمرين ولازم بنسخن كويس وبندخل. يعني هي اللعبه كرفع اثقال عباره عن كلين وخطف بس عايزين نوضح ايه كلين وخطف، لان احنا اكيد الناس مش فاهمه الكلام. الكلين بيتلعب حركتين، بيبقى كلين ونط. اما الخطف حركه واحده. تمام. دي اللعبه الاساسيه كلعبه اولمبيه. انما احنا بنتمرن معاها لعب كتير جدا، يعني سكوات، وبنلعب اكتاف، وبنلعب سحب، وبنلعب ديد ليفت، وبنلعب حاجات كتير جدا. تمام. غير بقى اللي هي البدنيه وكده. كانك بتمهدي الجسم انه يقدر يرفع الاوزان اللي بترفعيها. اوزان ايه بقى اللي وصلت لها؟ يعني كخطف شلت 77 كيلو، والكلين والنطر شلت 97. هو انا شلت ارقام في وقت معين بس ما شلتهمش في البطوله. شلت 55 خطف و65 كلين، بس جيت في البطوله بقى حصل لي اصابه فما شلتهمش يعني نفس الرقم. ان شاء الله تبقى الدنيا ماشيه بعد كده يا رب ان شاء الله. دلوقتي يعني لو طلعنا بره شويه عن التمرين والرياضه وعايزين نعرف حياتكم الشخصيه. ريم بقى حياتها الشخصيه ماشيه. هو انا حياتي الشخصيه دلوقتي زمان غير دلوقتي، بس انا دلوقتي بقيت حتى حياتي الشخصيه بقت في التمرين اكتر. يعني انا بقيت مقيده ما بين الدراسه وما بين التمرين بس، فما بقتش بطلع بره كده. يعني لو اتعودت على نفسي ان انا خلاص كل يوم عندي مذاكره بالشكل الفلاني تمرين. طب هل مثلا في حد عشان شايفكم بترفعوا اثقال وكده بيخاف يهزر معاكم او يضايقكم او كده، بتلاقوا مثلا في تنمر بيحصل في الموضوع ده ولا الموضوع عادي؟ هو في كده وفي كده. بمعنى يعني في ناس بتاخدها هزار، في ناس العكس لا بتبقى فخوره ان هي تعرفنا. بصراحه انا ذات نفسي فخور بيكم، يعني ربنا يكرمكم. ربنا يخليك يعني. بس لكن كتنمر وكشخصيه كتير قوي على ايدينا جدا، يا لهوي كتير قوي يعني. والعضلات احنا بنلعب تقويات والحاجات دي كلها علشان اصلا نكون عضله عشان نعرف نلعب. هم كتير قوي بينتقدونا في الموضوع ده جدا، مع انه على فكره انا شايفه ان هي حاجه حلوه جدا. اكيد طبعا. ويعني مش منعانا في حياتنا او معوقانا في حاجه، يعني العكس. بس لكن بالنسبه لي مفيش حاجه تانية. لا انا عندي جمله كده شهيره من ناحيه مدرسيني يعني، هاتي رقمك في اي خناقه هنكلمك. بجد ايه ده؟ ده على طول. طب هل في موهبه عند حد فيكم غير الرياضه؟ هل في واحده فيكم تعرف تعمل اي حاجه تانية؟ هدي بقى اللي هو اعتقد. بالنسبه للبيت بتعرفوا تطبخوا؟ اكيد. الحياه في البيت بقى ماشيه ازاي؟ وانا اكيد. حد معاه اي ادوات في البيت في الاوضه بيعرف يستعملها، مثلا ممكن ما تنزلش التمرين، يعني ممكن مثلا في اوضتك تتمرني بدل ما تنزلي الساحه او تروحي اي مكان؟ هو انا عندي، بس انا بنزل تمرين الساحه وبنزل تمرين عندي انا الصبح. ده انا ماشيه كده يعني، حتى لو ما فيش عند اي حد يقدر يلعب بطن ضغط الكلام ده كله يعمل لنفسه هو جيم من نفسه في البيت، مش لازم ادوات يعني. طب بالنسبه لك انت كثانويه عامه، يعني ممكن نقول هي ليها مثلا هتاخد اجازه، ليها اجازه نص سنه، اجازه اخر سنه، صح. والله هو يعني انا شايفه حد ذاته انجاز. هو انا في صعوبات كتير قوي بلاقيها اكيد، وخصوصا احيانا في المدرسين وكده، ان بيبقى عندي امتحانات شامله وببقى مضغوطه جدا لدرجه ان انا بذاكر في التمرين، يعني اللي هو مفيش وقت معايا خالص للدرجه دي. اهم حاجه بس بتذاكر. اكيد الحمد لله. لو ما كنتوش بتلعبوا رفع اثقال بتلعبوا ايه؟ بصراحه مؤخرا كده بدات احب لعبه المصارعه. لا بجد اي حاجه عنيفه. تهيألي. لا مصارعه والكيك بوكسينج. لا خالص خالص خالص. محدش يعرف. دي صح.
لا انا لو ما كنتش لعبت اللعبه كنت اخترت ان انا اكمل علمي علوم، مش رياضه، ما كنتش هلعب رياضه. طب حاسه انك ممكن تندمي فيما بعد؟ لا، لان شايفه ان الخيره فيما اختاره الله، يعني اكيد لو ما كانش خير ليا ما كنتش اخترت. بس انت كده بتتكلمي في اتجاه يعني كمستقبل، انا فاهمه. كان في طريق المفروض تمشي فيه وقفتيه عشان تلعبي رياضه وتكملي في مجال معين. هو ده فعلا، بس انا بالنسبه لحلمي كنت ان انا ابقى علوم. بترجعي لحد قراراتك؟ شويه برجع، ممكن ارجع لمامتي وبابايا وكده. بس بيشجعوكي في موضوع التمرين وكده ولا جدا، بصراحه جدا حابين الموضوع؟ جدا، ومش بس ماما وبابا دلوقتي، يعني كمان اهلي. حد نزل شافك وانت بتلعبي؟ هم على طول اتفرج عليك ولا على طول قالوا كده؟ على طول بيقولوا لي في التمرين. بيجي القرار يعني. يدعموني. من ناحيه البيت اه. هو بصراحه يعني هما بيشجعوني اهلي جدا، بس عندهم برضو الدراسه، يعني لو عندهم دراسه اولا برضو. اكيد بالنسبه لسنكم يعني معلش، هو اكيد الكل شافكم وانتم لسه صغيرين. اه وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي شايف انتم محققين انجاز في سن كويس، الحمد لله. استمرتوا على كده فربنا هيكرمكم فيما بعد. يا رب ان شاء الله. فهل هم بيشجعوا معاكي في النقطه ديت ولا لا برضه الدراسه؟ لا بيشجعوا بصراحه، بس اخواتي اكتر من بابا وماما. انا بابا وماما شادين قوي من ناحيه حته الدراسه، يعني لو شافوني قصرت من ناحيه الدراسه فبيمنعوني من التمرين، يقولوا لي مش هتروحي التمرين، فبحاول اوفق ما بين الاثنين. ما فكرتيش طب انك تكلمي حد كبير انه يلعب معاك رياضه؟ اخواتك قرايبك؟ لا قرايبي كتير، بس خايفين على عيالهم، مش عارفه ليه. انا مش عارفه ليه. طب هل حد فيكم مثلا اتعرض لاصابه جامده؟ ايه الاصابه اللي مريتي بيها؟ لا، كانت هي يعني أسوأ إصابة تيجي للاعب بجد من ناحيتي. أنا شايفة إصابة الركبة، جات لي إصابة في الركبة. كنت حتى مش بعرف أتمرن خالص، يعني مش بعرف أمسك البار أصلا. وبعد كده برضو إصابة الظهر. دول كانوا أسوأ حاجة بالنسبة لي عديت بيها في حياتي. طب وبالنسبه لي كده؟ انا كان في فتره هو اللعبه دي مطلوبه بميزان معين، يعني لازم جسمي يبقى بميزان معين. انا كنت بلعب فتره في ميزان 45، فكان لازم كل مره اخسس، يعني كان اخسس في رينج 3 كيلو 2 كيلو. لازم تحافظي على وزنك. فخسست بقى في مره، اثر على ظهري، يعني بقى اللي هو الظهر بقى مش مفهوش متهيألي خسست عضله، خسست غلط بس، يعني فشد بقى على ظهري جامد، ما كنتش بقى بستحمل استقبل وزن على جسمي اصلا. طب ممكن انتوا الاثنين توجهوا كده رساله للي في سنكم واللي نفسه يلعب الرياضه دي وخايف انه يبدا الخطوه؟ كلموا بس. يعني هي مش رياضة صعبة ولا أي حاجة. كل الكلام اللي الناس بتقوله ده كلام خاطئ طالما هم ما جربوهاش. اللعبة ما فيهاش أي ضرر للبنت خالص، ما فيهاش أي مشكلة، العكس هي حاجة حلوة للي حاببها. لكن لو انت مش حابة اللعبة مستحيل هتتقبلي منها أي إصابات أو أي عوائق. طبعا بقى بتحصل. لا عايزه اقول ان بجد فرصه اللعبه دي انا بشوفها فرصتها في البنات اكتر، يعني بنات اكتر بجد. ما مش معنى ذلك ان انا ما بشجعش ان ولادي يخشوها، لا ولادي يخشوها لانه عندهم قوتهم اضعاف البنت، بس الفكره ان انا بشجع البنات اكتر بجد للعبه دي. فرصتهم حلوه في دخولهم المنتخب وفي دخولهم في بطولات عالميه كبيره، بجد هيبقى الموضوع سهل وحلو، وبالتمرين وبالاستمرار بجد هيبقى الموضوع مشجع جدا. هي مش هتبقى سهله، هي مفيش حاجه بتبقى سهله في البدايه بصراحه. التمرين هتتعبي كتير، لازم هنتعب كتير قوي عشان نعرف نوصل. ومع التمرين يعني على قد ما هتتعبي على قد ما هتلاقي. انا بقى عن نفسي بتمنى لكم دايما النجاح والتفوق يعني، ودايما في اي بطوله هتقدموا فيها اكون من اول الجمهور اللي متابع ليكم، لان الصراحه يعني اول ما عرفت بالموضوع الرياضه ابهرتني وابهرتوني انتوا الاثنين اللي في سنكم ده واصلين للانجاز ده. وزي ما قلت لكم بشكر ريمو طه على الحوار الجميل ده. وادي جبنا اصل الحكايه وعرفنا ايه اللي خلاهم يبداوا في رفع الاثقال، وان شاء الله ربنا يكرمهم فيما بعد. وزي ما عودناكم بكل حكايه اصل وكل اصل حكايه، استنوني في حلقه جديده من برنامج اصل الحكايه.